يوم الشهيد الفيلي صادف 4 من نيسان من كل عام. هذا اليوم حقيقة يعبر عن مأساة تاريخية بما مر بالمكون الفيلي في العراق. تعرض المكون الفيلي للاضطهاد، للتهجير، للسجن، للظلم، للقتل، وكذلك إلى التغييب. أكثر من 22,000 شاب تم رميهم في السجون وتم تغييبهم بشكل كامل. حقيقة هذه المأساة صحيح حدثت على أرض العراق، ولكن حدثت بصمت عالمي كبير لم يذكرها ولم يتحرك عليها أحدا. لذلك كان المكون الفيلي لوحده باتجاه ومجابه لنظام الدكتاتور الذي يمثل حقبة سوداء في تاريخ المكون الفيلي، والذي يحفزنا لأن نبدأ بتنظيم أنفسنا وجعل هذه المأساة طريق مضيء للمكون الفيلي، لنقول بقى المكون الفيلي وزال النظام البائد. بعد مرور سنين كثيرة لا يوجد ما يمكن أن يعوض عائلة المهجرين الفيليين أو المغيبين الفيليين أو المضطهدين. منهم من بقي وعايش لحظات زوال النظام، ولكن تبقى المظلومية موجودة لطالما الحقوق لم تصل إليهم لحد الآن. لذلك واجب كل واحد من عندنا، سواء كان على منصة القرار أو سواء كان في القاعدة الشعبية، أن يعمل جاهدا على الأقل أن يعوض هؤلاء المتضررين ببناء مستقبل لأولادهم في وطنهم العراق. وهذه رسالة نلتزم بها، أن يبقى العراق وطننا الذي سنعيش فيه أبدا. المغيبين ويوم الشهيد الفيلي يتطلب الكثير من عمليات التنظيم العالي، حيث على جميع المؤسسات والمنظمات والفرق وكل العاملين في موضوع الضحايا، في موضوع الكرد الفيليين، الكل يجب أن يتكاتف ويجعل من يوم الشهيد الفيلي على شكل برنامج. هذا البرنامج يتابع كل الاتجاهات وكل ما هو موجود من وثائق وجمعها وجعلها وثيقة عراقية أصيلة في تاريخ العراق المعاصر. صحيح أنها تمثل مأساة، ولكنها بالتالي تمثل جهود واجتهاد وأرواح ودماء الأكراد الفيليين، وكيف كانوا جزءا ومكونا أصيلا في بناء العراق الحديث.